لو انت طالب تالتة اعدادي فالفيديو ده ليك. تعالى، الفيديو ده هنبتدي فيه ان شاء الله منهج العلوم مع بعض. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وهو ده اللي هيقوم عليه منهج العلوم بتاعك. يلا بسرعة نبدأ مع بعض. المنهج بتاعنا مقسم لأربع وحدات. مقسم لكام وحدة يا مستر؟ 4 وحدات. أول وحدة عندنا اللي هي الوحدة الأولى دي 3 دروس، يبقى احنا عندنا 4 وحدات، بدايتنا 3 دروس. أول درس عندنا في المنهج اسمه أنواع التفاعلات الكيميائية. يبقى أول جزء عندنا في المنهج هو جزء كيمياء مهم جدا جدا جدا، خلاص، ولازم تركز فيه كويس، ويا ريت نعتمد على الفهم وليس الحفظ. طيب يا مستر، أنواع التفاعلات الكيميائية، أنا شفت كلمة تفاعلات كيميائية قبل كده، أنا خدت تعريف التفاعل الكيميائي. أقول لك صح، يعني يا مستر كلمة التفاعل الكيميائي. بص يا صديقي، احنا بيبقى عندنا شوية متفاعلات. شوية ايه يا مستر؟ متفاعلات. محتاجين ان احنا نحول المتفاعلات دي لنواتج. يبقى احنا بنحول متفاعلات معانا لنواتج. زي ما اجي انا اقول لك ايه، انا عايز اعمل كيكة شوكولاتة، فتقول لي ماشي يا مستر، يبقى كيكة الشوكولاتة دي الناتج اللي هو الناتج بتاعي اللي هيبقى الكيك، صح؟ طيب عشان انا احضر الكيكه دي محتاج ايه؟ اقول له بيض ودقيق ولبن وبيكنج باودر وفانيليا، وابتدي يا مستر احط عليهم مثلا شويه كاكاو ومش عارف ايه، واخلطهم مع بعض، صح؟ بقى معايا عجينه. طب العجينه دي لازم تتنقل للفرن، اللي هي شروط التفاعل اللي احنا شرحناها في الكورس التاسيسي. اقول له اه يا مستر، المتفاعلات بتطلع نواتج، هو ده التفاعل الكيميائي. طب يحصل ازاي؟ لو انا جيت قلت لحضرتك ان انا معايا شريط مغنيسيوم، وده ان شاء الله هنعمله مع بعض في الجزء العملي، مع الاكسجين، واللي اتفرج على الكورس هيبقى عارف ليه كويس انا ليه كاتب O2 مش O بس. طيب حط المغنيسيوم في الهواء، يستحيل يحصل تفاعل، مش هيحصل حاجه والله. لو انت فضلت ماسك شريط المغنيسيوم كده حطه في الهواء في الاكسجين، عمر ما يحصل تفاعل. قلت له طب ايه شروط التفاعل؟ قال لي التسخين. فتيجي تقول لي يا مستر سيد، هو التسخين ده انا هستفاد منه ايه؟ حبيب قلبي، هنا الاكسجينه مرتبطه مع الاكسجين اختها برابطه اسمها رابطه تساهميه، ماسكين في بعض جامد جدا. قلت له تمام، عشان اخلي الاكسجين يرتبط مع المغنيسيوم ايه اللي يحصل؟ شاطر، سامعك يا اللي بتقول لازم نعمل ايه؟ كسر رابطه. بتكسر الروابط بتاعت مين؟ قلت له بتاعت المتفاعلات، لان اللي قبل السهم اسمها المتفاعلات، اللي هيطلع اسمه ايه؟ النواتج. يبقى خطوه رقم 1 في التفاعل انا بعمل كسر الروابط بتاعت مين؟ بتاعت المتفاعلات. واروح اهو المغنيسيوم هيبتدي يرتبط مع الاكسجين، وادي وزن المعادله. يبقى هنا حصل الخطوه الاولى كسر الروابط. الخطوه الثانيه تكوين روابط. ايه ده مستر؟ يعني التفاعل الكيميائي عباره عن خطوتين، كسر روابط في المتفاعلات وتكوين روابط جديده فين؟ في النواتج. يبقى اذا كده انا لو جاي اقول لك عرف التفاعل الكيميائي يا مستر، انا بفهم مش بحفظ. ما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. يبقى هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة. في جزيئات يا مستر؟ المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة. يبقى احنا بنكسر الروابط بتاعت المتفاعلات وبنكون روابط جديده فين؟ في النواتج. يبقى ده تعريف التفاعل الكيميائي. طب يا مستر، وانا بعرف ازاي ان حصل تفاعل كيميائي؟ عن طريق شويه ملاحظات. لو انت بتعمل تجربه هتلاقي في شويه حاجات ظهرت كده قالت لك الحق يا صديقي ده حصل هنا تفاعل ايه؟ كيميائي. زي ايه يا مستر؟ زي تكون راسب.
ان يتكون راسب في الانبوبه. زي يا مستر يتصاعد غاز. خلاص. زي ايه كمان؟ تغير لون الماده. زي انبعاث ضوء وحراره. يبقى انا دلوقتي التفاعل الكيميائي بعرف انه حصل ازاي. يا مستر ممكن الاقي تغير في اللون، تكون غاز، تكون راسب، انبعاث ضوء وحراره. خلاص. يبقى ده التفاعل الكيميائي. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه تفاعل كيميائي. طب نخش بقى على الكلمه اللي بعد كده، ايه انواعه؟ ايه ده يا مستر؟ ايه التفاعلات الكيميائيه انواع؟ طبعا يا صديقي. طيب تعالى يا مستر نشوف ايه هي انواع التفاعلات الكيميائيه. بص يا صديقي، التفاعلات الكيميائيه تنقسم الى تفاعل اسمه اتحاد مباشر. يبقى اول نوع عندي اسمه اتحاد مباشر. تاني نوع اسمه انحلال حراري. انحلال يا مستر؟ حراري. يبقى انا عندي اتحاد مباشر، عندي انحلال حراري، عندي يا مستر نوعين من الاحلال. عندي يا مستر نوعين من الايه؟ احلال. الاحلال نوعان، احلال بسيط واحلال مزدوج. يبقى اذا يا مستر احنا هنتكلم عن 4 انواع من التفاعلات الكيميائيه. 4 انواع من التفاعلات الايه؟ الكيميائيه. اتحاد مباشر، ركز معايا واكتب ورايا، انحلال حراري، احلال بسيط، احلال مزدوج. مره كمان، اتحاد مباشر، انحلال حراري، احلال بسيط، احلال مزدوج. يبقى دي انواع التفاعلات الكيميائيه. طب تعالى نتكلم على كل واحد بالتفصيل، وتعالى نفرق ما بينهم ونعرف يعني ايه اتحاد مباشر ويعني ايه انحلال ويعني ايه احلال مع بعض. ندخل على النوع الاول من التفاعلات وهو تفاعلات الاتحاد المباشر. يبقى اولا تفاعلات الاتحاد المباشر. ايه تفاعلات الاتحاد المباشر؟ والله انا هجيب مادة اسمها A ومادة تانية اسمها B، هحطهم مع بعض يعني يتفاعلوا مع بعض، يدوني مادة جديدة اسمها AB. يبقى يعني ايه كلمة اتحاد مباشر؟ اتحاد مادتين لتكوين مادة جديدة. يبقى احنا دلوقتي لو جايين نتكلم على تفاعل اسمه اتحاد مباشر، يعني ايه يا مستر اتحاد مباشر؟ اتحاد ما بين مادة مع مادة تانية لتكوين مادة جديدة. يبقى المثال عندي، ما المقصود بتفاعلات الاتحاد المباشر؟ هي تفاعلات يتم فيها اتحاد مادتين لتكوين مادة جديدة. يبقى ده معنى الاتحاد المباشر. طيب مثال على الاتحاد المباشر عندي في المنهج، اتحاد الفلزات مع الاكسجين. يعني انا هجيب فلز هخليه يتفاعل مع الاكسجين هيديني اكسيد الفلز. خلاص. فلز مع الاكسجين افتكرها كويس، بيطلع اكسيد الفلز. يعني مثلا نحاس واكسجين، اكسيد نحاس. خلاص. حديد واكسجين، اكسيد حديد. مغنيسيوم واكسجين، اكسيد المغنيسيوم. طيب عندي 3 امثله على تفاعلات الاتحاد المباشر، الا وهي تفاعل الفلزات مع الاكسجين. مين الفلزات اللي عندي؟ المغنيسيوم والحديد والنحاس. يبقى احنا هندرس في الاتحاد المباشر اول معادله عندي المغنيسيوم مع الاكسجين. خلاص. طيب تاني حاجه الحديد مع الاكسجين، نشوف الناتج. تالت معادله عندي النحاس مع الاكسجين. طيب تعال نطلع النواتج ونوزن المعادله بتاعتنا مع بعض. ادي MgO. طب يا مستر هنا ذره مغنيسيوم، هنا ذره مغنيسيوم، هنا ذرتين اكسجين، هنا ذره اكسجين واحده. ايه ده يا مستر احط هنا 2؟ اقول لك والله عيب عليك، يبقى انت كده ما اتفرجتش على كورس الاساسيات. تقول لي ليه يا مستر؟ اقول لحضرتك الوزن بيبقى قدام المركب. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا انا عندي واحده مغنيسيوم وهنا 2 اكسجين، فبقوم ضارب الناتج في 2، فبقى عندي
2 مغنيسيوم، والاكسجين برضو بقى كام؟ 2. اوزن هنا طبعا المغنيسيوم ب2. يبقى هنا يا مستر ذره المغنيسيوم بقوا 2 مغنيسيوم، طلعوا 2 مغنيسيوم، 2 اكسجين، طلعوا 2 ايه؟ اكسجين. طيب تعالى للحديد، بيطلع حاجه اسمها اكسيد حديد مغناطيسي. اسمه ايه ده؟ اكسيد حديد مغناطيسي. وده عباره عن ايه يا مستر؟ اقول لك عباره عن 3 ذرات حديد مرتبطين مع 4 ذرات اكسجين. تيجي تقول لي طب ما هي كده مش موزونه يا مستر سيد. اقول لك صح. هنا كام ذره حديد؟ اقول لك 1. طب هنا كام؟ 3. يبقى اضرب هنا في 3. ما لاقيش حد يا بابا بيوزن المعادله بيعمل لي اف اي و3 تحت. غلط غلط، وزن المعادله بيبقى من قدامها. طب يا مستر هنا كام اكسجين؟ اقول لك 4. هنا كام اكسجين؟ 2. يبقى اضرب هنا في 2 تبقى 4. خلاص؟ طيب نشوف اللي بعدها اكسيد النحاس. ادي اهو النحاس مع الاكسجين هيطلع اكسيد النحاس. نفس فكره المغنيسيوم مع الاكسجين. لو انت بقى رجعت حفظت التكافؤات وازاي المركب بيتعمل، برضه مستر هنا ما ينفعش احط 2، لان هنا 2 اكسجين هنا 1، يبقى هضرب هنا في 2، فاضطر اضرب النحاس في ايه؟ في 2. لو جينا بصينا كده على التفاعل ده مع بعض اهو، ده الشكل بتاع التفاعل. هنا تفاعل عندك المغنيسيوم وعندك الحديد وعندك النحاس. خلاص؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ تتحد معظم الفلزات مثل المغنيسيوم والحديد والنحاس مع اكسجين الهواء الجوي عند تسخينها، اهو الشرط عشان التفاعل يتم. خلاص؟ مكونه اكاسيد فلزيه. وتعرف هذه التفاعلات بالاتحاد المباشر. ليه يا مستر اتحاد مباشر؟ ما انا حطيت ماده اهي مع ماده طلعت لي ماده جديده. نفس الكلام هنا، ماده مع ماده طلعت ماده جديده وهكذا. خلاص؟ طيب بيقول لك بقى نقطه مهمه جدا جدا جدا. تختلف درجة النشاط الكيميائي للفلزات ويتضح ذلك من تفاعلها مع الأكسجين. بمعنى هو بيقول لحضرتك إن أنا لو جبت قطعة من المغنيسيوم وقطعة من النحاس وقطعة من الإيه؟ من الحديد، مين أقوى واحدة هتعمل تفاعل وهتعمل وميض شديد وتوهج عالي جدا؟ هي قطعة المغنيسيوم. يبقى إذا المغنيسيوم هو الأنشط. طب مين أقل منه شوية؟ الحديد. طب مين اقلهم نشاط؟ النحاس. يبقى احنا عرفنا برضو عن طريق نقطة مهمة وحلوة جدا، عن طريق تفاعل الفلزات مع الاكسجين عرفنا نرتب درجة النشاط بتاعها. ما هو المغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين بسرعة، في حين ان الحديد بيتفاعل مع الاكسجين بس بياخد وقت. النحاس بياخد وقت اكبر. خلاص؟ يبقى اذا دي الفكرة بتاعت تفاعلات الاتحاد المباشر. هنا بيقول لك مثلا ايه الاحتياطات اللي احنا لازم ناخدها عند حرق شريط من المغنيسيوم؟ يا مستر المغنيسيوم على درجه عاليه من النشاط، فالتفاعل بتاعه بيؤدي الى خروج انبعاث ضوء وحراره، فانت لازم ما تبصش في الضوء بتاع احتراق المغنيسيوم ده كتير لانه ممكن ياثر على عينك. خلاص؟ طيب نخش بقى على النوع الثاني من التفاعلات، الا وهي تفاعلات الانحلال الحراري. يبقى احنا كده مستر خلصنا الاتحاد المباشر. تعال نفهم مع بعض ما هي تفاعلات الانحلال الحراري. ثانيا تفاعلات الانحلال الحراري. بص يا صديقي، من اسمها هنا لازم التفاعلات دي يكون فيها حرارة، تسخين، اسمه انحلال حراري. اسمه انحلال ايه؟ حراري. طب ايه الفكرة بتاعتها؟ والله الفكرة بتاعتها عكس الاتحاد. يعني انا مثلا هنا معايا مركب اسمه اي بي، اما اجي اسخنه يتفكك الى ايه لوحده زائد بي لوحده. يبقى لو انا جيت قلت ما المقصود بتفاعلات الانحلال او الانحلال الحراري؟ قال لي هي تفاعلات يتفكك فيها المركب الى عناصره الاوليه تحت تاثير الضوء والحراره. عشان انا لازم اسخن عشان الروابط اللي هنا تتكسر فتتفكك الماده. يبقى اذا يا مستر لو انت جاي تكلمني ما المقصود بالانحلال الحراري، هي تفاعلات كيميائي يتفكك فيها المركب بالحرارة إلى عناصره الأولية. كان A B اتفك العناصر A و B.
خلاص. طيب عندنا على الفكره بتاعت الانحلال الحراري عندنا مثالين. تعال نشوف مع بعض امثله الانحلال الحراري. بص يا صديقي، انا لو اتكلم على انحلال، عندك انحلال اكاسيد الفلزات وانحلال كربونات الفلزات. يبقى انا هتكلم عن اكاسيد الفلزات وعن كربونات الفلزات. قلت له طب تعالى يا مستر نشوف ازاي اكسيد الفلز بينحل. اولا تعالى اكاسيد الفلزات. تعالى يا صديقي، اكاسيد الفلزات زي مين عندي؟ خد مثال، اكسيد الزئبق HgO لونه احمر. طب انا هسخن. بص، تسخين يعني كسر روابط، في رابطه هتتكسر هنا، فالرابطه ما بين الزئبق وما بين الاكسجين هتتكسر. انا معايا يا مستر اكسيد الزئبق، واحنا اتعلمنا ازاي بنكتب المركبات. هينحل الى ايه؟ ما هو عباره عن ايه اكسيد الزئبق ده؟ عباره عن اكسيد اللي هو الاكسجين وعباره عن زئبق، يبقى Hg زائد O ولا O2؟ لا مستر O2، لأن الأكسجين من عيلة التو اللي هم 7 عناصر: أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، فلور، كلور، بروميود، لازم يتكتبوا بالصورة دي. طب يا مستر كده معادلتي مش موزونة يا صديقي، تعالى نوزنها. هنا كام واحدة زئبق؟ واحدة. طلعت كام؟ واحدة. حلو. هنا كام أكسجينة؟ 2. عفوا واحدة. هنا كام أكسجينة؟ 2. طب أعمل إيه؟ اوزن. اضرب هنا في 2. عيب عليك يا مستر، الوزن بيجي من بره، يبقى المعادله كلها تتضرب في 2. فبقى عندي كام زئبق؟ قلت له 2. وعندي كام اكسجين؟ برضه 2. طب تعال نبص هل هنا مظبوطه ولا باظت تاني؟ اكسجين 2، اكسجين 2، زئبق 2، هنا زئبق 1، يبقى اضرب هنا في 2. يبقى هنا اكسيد الزئبق تفكك بالحراره الى زئبق لونه فضي واكسجين. زئبق لونه فضي وايه؟ واكسجين. يبقى ده اول مثال عندي، انحلال حراري لاكاسيد الفلزات. طيب عايز اشوف المثال الثاني، الانحلال الحراري لكربونات الفلزات. بص يا صديقي، وليكن ان انا هاخد كربونات الكالسيوم او كربونات النحاس عادي جدا اهو، CaCO3 وسخن. طيب الكالسيوم هيعمل ايه؟ هيقول له لو سمحت ممكن تأكسدوني؟ ممكن يا مجموعة الكربونات، الطالب اللي مذاكر عارف ان الكربونات رمزها CO3، ممكن يا كربونات تأكسدوني والنبي؟ نقول له يعني ايه اكسدك؟ تقول لي اديني اكسجين يا مستر، عايز اكسجينه. فياخد الكالسيوم اكسجينه فيطلع معايا اكسيد كالسيوم. طب ايه المتبقي يا مستر سيد؟ قلت له والله CO2. تقول لي ايه ده يا مستر؟ ليه CO2؟ اقول لك يا حبيبي ركز، هو مش الكالسيوم راح لمجموعه الكربونات؟ قلت له اه دي مجموعه الكربونات اللي هي عباره عن كربونه و3 اكسجين. يقول لهم ممكن أوهاية، فياخد منهم أوهاية. هي كان معاه كام أو؟ 3، خدت واحدة، يبقى غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى هنا أنت ملاحظ إن تصاعد غاز إيه؟ ثاني أكسيد الكربون. طب أعرفه إزاي ده ثاني أكسيد الكربون يا مستر؟ يعكر ماء الجير الرائق. يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون بيعمل ايه يا مستر؟ بيعكر ماء الجير الرائق. اكتب عندك كده في الكشكول على جنب يا صديقي، لو شفت كلمة كربونات يبقى ثاني اكسيد كربون. اي انحلال للكربونات، كربونات اي حاجة في الدنيا، كربونات نحاس، كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم، لازم الناتج النهائي يبقى فيه ثاني اكسيد الكربون. خلاص، يبقى احنا كده مستر عرفنا الامثله بتاعه الانحلال. يبقى تعال نبص كده على بعض. تعتبر تفاعلات الانحلال، ركز بقى في الجمله دي اهو، عكس تفاعلات الاتحاد المباشر. يبقى اذا الانحلال الحراري والاتحاد المباشر عمليتين عكس بعض.
في الاتحاد المباشر انا بجيب مادتين واحطهم يطلعوا لي ماده. في الانحلال الحراري انا بجيب ماده وبفكها العناصر الاوليه. اهو هي التفاعلات تتفكك فيها بعض المركبات الى مكونات ابسط باستخدام طاقه قلنا ايه؟ حراريه او ضوئيه. طيب قال لك ايه بقى؟ تختلف نواتج تفاعلات الانحلال الحراري تبعا للمركب المستخدم في التفاعل. يعني تبعا للمركب اللي انا استخدمه. مش كل انحلال بيطلع نفس الحاجه. يا مستر ما انا خدت انحلال الاكاسيد بيطلع فلز واكسجين، بينما انحلال الكربونات بيطلع اكسيد فلز زائد غاز ثاني اكسيد الكربون. اهو عندك المثال الاول، انحلال اكاسيد الفلزات بيطلع ايه؟ بيطلع فلز وبيطلع اكسجين. مثال عليه انحلال اكسيد الزئبق اللي لونه احمر. ادي اكسيد الزئبق يا مستر، ينحل بالحراره الى زئبق لونه فضي ويتصاعد غاز الاكسجين. خلاص تعال نشوف السؤال الحلو هنا. بيقول لك علل ظهور لون فضي عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر. اقول له ايه مع كتابه المعادله الرمزيه؟ اقول له والله لان تسخين اكسيد الزئبق الاحمر، لان انا لما بسخن اكسيد الزئبق الايه؟ الاحمر، بينتج عنه الزئبق والاكسجين، والزئبق ماده لها لون ايه؟ فضي. يبقى انا بكتب المعادله وبفسر يعني المعادله دي بتتكلم عن ايه. خلاص يبقى ده بالنسبه لانحلال ايه؟ اكاسيد الفلزات. طيب انحلال برضو بعض الكربونات. قلنا الكربونات بتطلع ايه؟ اكسيد الفلز اساسي معاها غاز ثاني اكسيد الكربون. ده موضوع ثابت ما فيهوش نقاش. زي انحلال مين؟ قلت له والله انحلال كربونات الكالسيوم. خلاص ماشي. اما تنحل الكربونات بتطلع ايه؟ قال لي اكسيد الكالسيوم. يا مستر ده الكالسيوم راح لمجموعه الكربونات قال لهم والنبي معلش ممكن تدوني اهايه عايزه اتاكسد وابقى اكسيد، اكسدوني والنبي. فطلع اكسيد الكالسيوم وغاز ثاني اكسيد الكربون. قال اللي بيعمل ايه بقى يا مستر معلش؟ يعكر ماء الجير. طب ما احنا هنا ممكن نطلع بسؤال حلو يا مستر. ايه هو؟ اقول لك والله عند تفاعل الماده اكس تصاعد غاز واي. انا جبت ماده اكس فعلتها، انا ما اعرفش مين اكس دي، طلعت غاز واي. الغاز واي ده بيعكر ماء الجير. خلاص ده غاز ثاني اكسيد الكربون. فهمت الفكره؟ طيب ده بالنسبه لتفاعلات الانحلال الحراري. نخش بقى على النوع الثالث من التفاعلات الا وهو تفاعلات الإحلال البسيط. تعال نشوف مع بعض يا مستر. ثالثا تفاعلات الإحلال البسيط. يلا يا صديقي، ماله الإحلال البسيط ده؟ الإحلال البسيط ده أنا دايما بسميه تفاعل القوي والضعيف. ده تفاعل الخناقة ده يا مستر، ناس بتضرب ناس. ايه الفكره بتاعته؟ والله يا مستر انا بجيب عنصر ايه يدخل مع مركب اسمه بي سي. قلت له ماله؟ لاحظ كده اللي انا هعمله دلوقتي. بص كده ركز في اللي انا عملته في المعادله. تقول لي ايه ده يا مستر ده؟ هو اللي انا ملاحظه ان الاي قعد مكان البي، ويا عيني البي اتطرد بره. وبناء عليها افهم ايه يا مستر؟ والله اللي انا فهمته ان في عنصر بياخد مكان عنصر. انت صح، القوي هنا بياخد مكان الضعيف، بيطرده اطلع بره وياخد مكانه. طب فانت تيجي تسالني يعني تفاعلات الاحلال البسيط هي تفاعلات كيميائيه يتم فيها احلال عنصر محل اخر. تعال نكتب التعريف ونستفهم كده عن سؤالك يا صديقي مع بعض. هي تفاعلات كيميائيه. تفاعلات يا مستر سيد تفاعلات كيميائيه يتم فيها إحلال عنصر أكثر نشاط محل آخر أقل نشاط. اقعد بقى عشان الحتة دي محورية. يعني يا مستر في تفاعلات الإحلال البسيط بيتم فيها
عنصر بياخد مكان عنصر اخر. اقول لك صح. طب معلش يا مستر، هي عشوائيه كده؟ يعني ايه يا مستر معلش؟ يعني اي عنصر ياخد مكان العنصر التاني كده وخلاص، ولا الموضوع ليه قواعد؟ اقول لك يا صديقي الموضوع ليه قواعد. طب ايه القاعده اللي هنا؟ القاعده اللي هنا اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. تقول ايه متسلسله النشاط الكيميائي دي؟ وايه علاقتها باللي انت بتكتبه؟ اقول لك اديني دقيقتين واسمعني كويس. ما المقصود بمتسلسله النشاط الكيميائي؟ هي ترتيب العناصر الفلزيه تنازليا على حسب درجه نشاطها الكيميائي. يبقى احنا هنرتب الفلزات من الاكثر نشاط الى الاقل نشاط. يعني يا مستر هتلاقي المتسلسله مترتبه كده. ببص على الهيدروجين، اللي فوق الهيدروجين اكثر نشاط، بينما اللي تحت الهيدروجين اقل نشاط. لا معلش يا مستر، يعني المتسلسله دي احنا هنرتب فيها العناصر، الاكثر نشاط هيبقى فوق والاقل نشاط هيبقى تحت الهيدروجين. يعني كلامي كله بالنسبه للهيدروجين. مستر يعني انا هعرف الاكثر نشاط خلاص هياخد مكان الاقل ايه نشاط. طب ما تيجي نبص كده مع بعض ونشوف هنا الكلام على ايه. اهو ادي متسلسله النشاط الكيميائي، وهي ترتيب العناصر الفلزيه تنازليا على حسب درجه نشاطها الايه الكيميائي. قلت له بص كده يا صديقي، لو بصيت على العناصر هتلاقي الاكثر نشاطا عندك المتسلسله بتاعتك هو البوتاسيوم، ثم الصوديوم، ليثيوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، وهكذا، ألمونيوم، خرسين، حديد، قصدير، رصاص. تعال بص بقى على الاقل نشاط، هم 5. ويفضل ان انت في الاول تحفظ ال5 الضعف. بمعنى انا لعبتي كلها هتبقى على الهيدروجين. اللي فوق الهيدروجين اللي هم الاقوى نشاط هيضربوه ياخدوا مكانه، وهنفهم يعني ايه يضربوه ياخدوا مكانه. بينما الاقل نشاط من الهيدروجين واللي انا لازم ابقى حافظهم كويس هنجمعهم في كلمه اسمها نزف، بلاتين، وذهب. طب ايه النزف؟ ايه كلمه نزف دي؟ حيث نون نحاس، زين زئبق، فضه، مع البلاتين والذهب. عندك 5 عناصر مشهورين جدا، بالذات اللي بيصنع منهم الحلي اللي هم الفضه والبلاتين والذهب والنحاس. خلاص عشان كده بابا العناصر دي اللي بتعمل منها الحلي. هو ليه الذهب غالي؟ ما عشان نشاطه الكيميائي قليل، ومعنى ان نشاطه الكيميائي قليل ان هو مش هيصدي، فمش بيتاثر بعوامل الزمن اللي هي الميه والهواء والكلام ده، فما تلاقيش شكله اتغير، بيفضل محتفظ ببريقه ولمعانه مهما مر عليه الزمن لانه ضعيف النشاط الكيميائي. يبقى احنا كده يا مستر انا فهمتك، في تفاعلات الاحلال البسيط في عناصر بتقدر تاخد مكان عناصر، الاكثر نشاط دايما بياخد مكان الاقل نشاط. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ايه البوتاسيوم ياخد مكان الصوديوم، تقول لي طبعا. انما هل الصوديوم يقدر ياخد مكان البوتاسيوم؟ اقول لك لا ما يقدرش. ليه؟ لان ما ينفعش الضعيف يضرب القوي ياخد مكانه. مثلا لو جيت قلت لك ايه الحديد ياخد مكان الرصاص ولا ما ياخدش؟ ياخد طبعا. انما هل الزئبق يقدر ياخد مكان الهيدروجين؟ تقول لي ازاي يا مستر؟ ما انت بتقول لي قاعده ثابته، الاكثر نشاط يحل محل الاقل نشاط. يبقى انا لازم اثبت المعلومه دي في دماغي، الاكثر نشاط هو اللي بياخد مكان الاقل نشاط. تاني يا مستر، الاكثر نشاط هو اللي بياخد مكان الاقل ايه نشاط. طيب تعال نشوف امثله على تفاعلات الاحلال البسيط. انا عندي 3 امثله. خلاص، اول مثال في تفاعلات الاحلال البسيط هو احلال فلز محل هيدروجين الحمض. احنا نتكلم على الاحلال البسيط 3 افكار: احلال فلز محل هيدروجين الحمض،
تاني حاجه احلال فلز محل هيدروجين الميه. تالت حاجه احلال فلز محل اخر في محاليل املاح. يبقى احنا عندنا كام نوع من الاحلال البسيط؟ 3. وانا فاهم يعني ايه احلال بسيط يا مستر؟ يعني في عناصر هتقدر تاخد مكان عناصر وفي عناصر مش هتقدر تعمل كده. اللي هيقدر والله هقول له لانه اكثر نشاط حتى لو بيسال عنه. اكس خد مكان واي، طب ما انا عارف يا مستر يبقى كده طالما اكس خد مكان واي يبقى اكس يسبق واي في متسلسله النشاط الكيميائي. خلاص؟ طيب مثال عليها قلنا احلال فلز محل هيدروجين الحمض، واحلال فلز محل هيدروجين الميه، واحلال فلز محل اخر في محاليل املاحه. تعالى ناخد الفكره الاولى الا وهي احلال فلز محل هيدروجين الحمض. اولا احلال فلز محل هيدروجين الحمض. بص يا مستر سيد اقول لحضرتك نعم. تعال نشوف مع بعض. ركز معايا كده لو سمحت عشان النقط اللي جايه نقط مهمه جدا. انا هجيب 4 انابيب اهو اهو اهو، وبص كده وانت معايا على المتسلسله وشوف ايه اللي هيحصل. ادي هنا حمض الهيدروكلوريك، وهنا حمض الهيدروكلوريك، وهنا حمض الهيدروكلوريك ادي اهو، وهنا كمان حمض الهيدروكلوريك HCl 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 HCl. قلت له ماله؟ وتعالى نستخدم شوية عناصر ونشوف هيعملوا ايه في التفاعل. يا ترى مين هيتفاعل مين مش هيتفاعل؟ ايه ده مستر وفي ناس مش هتتفاعل؟ طبعا يا صديقي. تعالوا نبص مع بعض كده على الفكرة اما انا بضيف الحمض. بص يا صديقي هنجيب 4 انابيب. الانبوبة الاولى فيها مغنيسيوم، الثانية فيها خرسين، الثالثة فيها حديد، الرابعة فيها نحاس، وكلهم كتلهم متساويه. 1 جرام مغنيسيوم، 1 جرام خرسين، 1 جرام حديد، 1 جرام نحاس. ونبتدي نتفرج ونشوف. ركز كده بعد اذنك معايا في التفاعل. هتلاقي ان المغنيسيوم طلع فوران كبير جدا. ركز كده في الصوره هتلاقي الفوران بتاعه عالي جدا. انما بص على الخرسين هتلاقيه اقل شويه. بيحدث فوران بس فوران اقل شويه. هتيجي تبص على الحديد هتلاقي فورانه اقل منهم. هتيجي تبص على النحاس تقول لي ايه ده؟ مفيش فوران يا مستر. ايه ده مفيش حاجه حصلت؟ ليه ده يا مستر؟ انا مش فاهم. انا فاهم دلوقتي ان معنى بناء على كلامك من اول حاجه انت قلتها ان انا بعرف ان حصل تفاعل كيميائي غاز راسب فوران الكلام ده كله. طب هنا تصاعد غاز وعمل فوران، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. هنا ما حصلش حاجه اهو. تصاعد فقاعات غازيه يدل على حدوث تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك مع مين؟ مغنيسيوم، خرسين، حديد، مع ال3 دول. طب مع النحاس لا ليه؟ مش عارف. جاوب انت بقى يا صديقي. بص على المتسلسله وتعالى نفكر مع بعض اهو. عدم تصاعد فقاعات غازيه عند اضافه شريط النحاس مما يدل النقطه اللي احنا بنقول عليها على عدم حدوث تفاعل كيميائي، ان مفيش اصلا تفاعل كيميائي حصل هنا. طب اشمعنى دول وده لا؟ تعال اقول لك يا صديقي. اما انت حطيت هنا مغنيسيوم وحطيت خرسين وحطيت حديد وحطيت نحاس، لو جيت بصيت على ترتيب ال4 في متسلسله النشاط الكيميائي هتلاقي ان المغنيسيوم انشط، ثم الخرسين، ثم الحديد، وبعده الهيدروجين، وبعده النحاس. ده الترتيب بتاعهم في المتسلسله معانا. فيا مستر انا حطيت مغنيسيوم مع هيدروجين، يضربوا ولا ما يضربوش؟ ده يضربوا يا مستر ويكسر عظمه كمان، ده بيسبقه في متسلسله النشاط الكيميائي. وانت قايل لي ان الاكثر نشاط يحل محل الاقل نشاط. يبقى الاكثر نشاط بياخد مكان مين؟ الاقل نشاط. طيب معنى كده ان المغنيسيوم هيقدر يطرد الهيدروجين، وكمان الخرسين هيقدر، وكمان الحديد هيقدر.
بس طبعا بدرجه نشاط متفاوته زي ما احنا شفنا. يعني في المغنيسيوم عشان هو نشيط جدا طلع كميه فقاعات غازيه كتير، الخرسين اقل شويه، الحديد اقل، النحاس لا والله ولا حاجه. طب يا مستر ليه النحاس لا؟ اوبا، لانه اقل نشاط. مستر انا فهمت اللي انت كنت بتقوله، يعني الاقل نشاط لو جينا حطيناه مع حد انشط منه مش هيقدر يعمل حاجه؟ طبعا مش هينفع. طب ما تيجي نكتب المعادلات كده ونشتغل عليها مع بعض. اول حاجه انا جبت قطعه من المغنيسيوم اهو وحطيتها مع HCl دايلوتد مخفف يعني. الثانيه انا جبت قطعه من الخرسين وبرضه حطيتها مع HCl اهو. والثالثه جبت قطعه من الحديد وحطيتها برضه مع HCl. والرابعه انا جبت قطعه من النحاس وحطيتها مع HCl. طلع مستر النواتج؟ اقول لك حاضر. Mg انشط من الهيدروجين يطرده ويقعد مكانه، يطلع لي اهو MgCl2 عشان ده تكافؤ ثنائي وده تكافؤ حادي. عشان كده بقول لحضرتك حصه الاساسيات اللي احنا عملناها الكورس التاسيسي والله العظيم مهم جدا يا صديقي ان انت فاهم المعادله بتتكتب ازاي. طيب مين اللي فضل؟ الهيدروجين اتش ولا اتش 2؟ قلنا اتش 2 يا مستر. طب اوزن هنا كام هيدروجين؟ يبقى هنا 2، هنا 2، يبقى هنا 2، هنا 2 كلور، هنا 2 كلور، كده موزون. يبقى كلوريد المغنيسيوم ويتصاعد غاز الهيدروجين. خلاص. نفس الكلام على الخرسين ZnCl2 ويتصاعد H2 برضه يا مستر اهو H2. طب هنا Fe مع HCl FeCl2 زائد H2، ايه ده كلهم بيصعدوا غاز الهيدروجين؟ اه. طب انا اعرفه منين غاز الهيدروجين؟ هقول لك دلوقتي. نحاس، نو رياكشن. يعني يا مستر لا يحدث تفاعل. يا مستر ليه؟ ما هو يا باشا بيليه في متسلسلات النشاط الكيميائي. ينفع اجيب واحد ضعيف يضرب واحد قوي؟ مستحيل يحصل. يبقى اذا لما اجي اسالك في الامتحان سؤال علل، يحل المغنيسيوم محل الهيدروجين في حمض، في الحمض بتاعه، تقول لي والله يا مستر لان المغنيسيوم يسبق الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي يحل محله. بينما لا يحدث تفاعل في حاله النحاس. ليه؟ لان النحاس يلي الهيدروجين فلا يستطيع ان يحل محله. خلاص؟ طيب ماشي يا مستر فهمنا النقطه المهمه دي جدا اهو. تعال نشوف بقى. بص، تحل بعض الفلزات مثل المغنيسيوم والخرسين والحديد محل هيدروجين الاحماض المخففه ويتصاعد غاز الهيدروجين. طب بتعرفوا ازاي يا مستر سيد؟ احنا قلنا غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير. طب غاز الهيدروجين بيعمل ايه؟ يشتعل بفرقعه عند تقريب شظيه او مصدر لهب نار، يعني تلاقيه عمل انفجار بسيط كده. خلاص؟ اهو لو جينا رتبناهم هتلاقيه بيقول لك ايه؟ المغنيسيوم انشط من الخرسين والخرسين انشط من الحديد. يبقى ده ترتيبهم: مغنيسيوم الاول ثم خرسين ثم حديد. طبعا بص مع النحاس اهو لا يحدث تفاعل. بص هو مش عارف يعمل تفاعل ليه؟ لانه اضعف من الهيدروجين اهو. اسمع بقى الجمله دي اهو. طبعا بناء على المتسلسله هناك فلزات تحل محل الهيدروجين وهناك فلزات لا تستطيع ان تحل محله على حسب درجه نشاطه. فانت لازم تبقى حافظ كويس قوي على الاقل الناس اللي هم ايه؟ الضعاف. واي حد غيرهم هيبقى قوي. حتى بص احنا جينا اهو، بص مغنيسيوم اهو انشط من الخرسين والخرسين انشط من الحديد. خلاص؟ طيب بالترتيب اهو. بص بقى على النقطة اللي احنا بنتكلم عنها، الفلزات التي تلي الهيدروجين، تلي يعني ورا الهيدروجين، تحت الهيدروجين، لا تتفاعل مع الأحماض المخففة حيث لا يمكنها أن تحل محل هيدروجين الإيه؟ الحمض. أهو. عندك مجموعة من الأسئلة تعلم مهمة جدا. تحل بعض الفلزات محل الهيدروجين بتاع الأحماض. أقول له ليه؟ لأن هذه العناصر تسبق الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. خلاص؟ طب ليه في عناصر ما بتحلش زي النحاس؟ لأن هذه العناصر تلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. تعال بقى على سؤال علل مهم جدا جدا جدا. لو أنا جبت أنبوبتين فيهم حمض الهيدروكلوريك أهو، أدي هنا HCl، وركز معايا في اللي أنا هعمله،
وادي هنا HCl، بس هنا قطعه من الالومنيوم ماشي، وهنا قطعه من الخرسين. فلو بصيت على المتسلسله هتلاقي الالومنيوم فوق والخرسين تحت، صح؟ فبديهيات هتقول لي مين انشط؟ ده اكثر نشاط، فتفاعله اكيد هيكون اقوى. بينما الخرسين اقل نشاط، فتفاعله اكيد هيكون اضعف. ولكن يا صاحبي اللي بيحصل غير كده تماما. ازاي؟ تيجي تبص على كميه الغاز المتصاعده في حاله الالومنيوم تلاقيها كده، في حين ان في حاله الخرسين تلاقيها كميه اكبر. تقول ايه ده يا مستر بقى، انت هتشتغلني ولا ايه؟ ازاي يعني؟ هو مش المفروض ان الاكثر نشاط هيكون اسرع في التفاعل؟ ما انت لسه قايل لي المغنيسيوم طلع كميه غاز اسرع وكميه اكبر. خلاص، بعد كده اللي بعده الخرسين كميه اقل شويه من الغاز. هنا بقى تعال افسر لك النقطه دي. بالرغم من ان الالومنيوم بيسبق الايه؟ الخرسين في مسلسله النشاط الكيميائي، الا انه يتاخر عنه في التفاعل. ازاي؟ يعني التفاعل بتاعه ابطا. فانت هتقول لي ليه يا مستر التفاعل ابطا؟ في حاله الالومنيوم نشط، وهو نازل التفاعل بيتفاعل الاول مع الاكسجين. فلز مع اكسجين، يبقى اكسيد الفلز اللي هو اكسيد الالومنيوم. طب يعمل ايه اكسيد الالومنيوم ده؟ اقول لحضرتك اكسيد الالومنيوم ده هيكون طبقه عازله على الالومنيوم. يعني ايه يا مستر؟ يعني هيبقى في ذرات للالومنيوم جوه، وحواليها طبقه بنقول عليها طبقه غير مساميه. يعني ايه غير مساميه؟ ما فيهاش فتحات تمنع ان التفاعل يتم بسرعه. يعني يا مستر الحمض هيقعد يكسر الاول في طبقه اكسيد الالومنيوم ده، بعد كده يتفاعل مع الالومنيوم، فالتفاعل يبقى ابطا. يبقى بالرغم من ان الالومنيوم يسبق الخرسين، الا انه ابطا منه في التفاعل. ليه بقى؟ هيقول لك هنا لان فلز الالومنيوم يكون طبقه من اكسيد الالومنيوم تعمل كايه؟ عازل، يمنع وصول الحمض للمعدن. مع مرور الوقت الطبقه دي هتتاكل، بس التفاعل هيكون ايه؟ ابطا، فيحدث فوران ويتصاعد غاز الهيدروجين بس بصوره ايه؟ ابطا. طيب، ده الاحلال الاول، احلال فلز محل هيدروجين الحمض. تعال نشوف احلال فلز محل هيدروجين الميه. اهو ثانيا، احلال فلز محل هيدروجين الماء. ما هي الميه H2O فيها هيدروجين اهو. تعال نشوف اهو، ركز معايا كده. ادي قطعه من الصوديوم، خلي بالك الصوديوم نشط جدا كيميائيا. خلاص، اما تيجي تحط حته من الصوديوم في الميه، فعلوا مع بعض. صوديوم في الميه يا مستر بيطلع هيدروكسيد الصوديوم NaOH. خدها من مستر سيد، فلز نشط في الماء. اكتب الكلام ده حبيبي، مهم جدا. ينتج هيدروكسيد الفلز، يعني يطلع ايه؟ هيدروكسيد فلز. ركز على الحته دي، يعني ايه هيدروكسيد؟ يعني بينتهي ب OH. برضه الكلام ده احنا كاتبينه مهم جدا في الكورس التاسيسي بتاعنا. يا مستر، وهنا يتصاعد غاز الهيدروجين. اوزن المعادله، هنا 2 هيدروجين، هنا 2 هيدروجين، هنا صوديوم اهو، اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2 لوزن المعادله، يبقى معادله كلها 2. فتقول لي يا مستر الصوديوم يقدر يتفاعل ولا ما يقدرش؟ طبعا يقدر يتفاعل، يشتعل كمان بفرقعه، وهنا التفاعل هيبقى قوي جدا. انما اما تجيب قطعه من الفضه وتحطها مع الميه، هل هيحصل حاجه؟ والله فضه مستر، وده هيدروجين الميه زي ال H2O، مش هيحصل تفاعل. ليه يا مستر؟ لان الفضه تلي الهيدروجين في متسلسله النشاط الكيميائي. يبقى لو انا حطيت قطعه من الصوديوم في الميه يحصل تفاعل ولا ما يحصلش؟ ده يحصل تفاعل يا مستر، ويحصل تفاعل قوي جدا 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 اهو. يطفو الصوديوم على الماء طبعا لان كثافته اقل من الميه. خلاص، بعد كده يبتدي التفاعل بقى ويحدث فوران اهو، وتتصاعد فقاعات غازيه. خلاص، ادي مستر. يبقى اذا تتحرك قطعه الصوديوم بسرعه على سطح الماء لانها تفاعل فورا وبشده عشان نشط جدا. خلاص، انما مثلا لو جبت المغنيسيوم التفاعل هيحتاج لميه سخنه. خلاص، طيب
قلت له ماشي يا مستر، يعني انا كده ابتديت افهمك وافهم الفكره ان تتفاعل بعض الفلزات النشطه مثل الصوديوم فورا وبشده مع الماء البارد. ليه؟ لان هي فوق في المتسلسله، الصوديوم تاني عنصر في المتسلسله، فهو على درجه عاليه من النشاط. وطالما يا مستر فلز نشط في الميه هيطلع ايه؟ هيدروكسيد الفلز. خلاص، هيدروكسيد الايه؟ الفلز. ادي مستر التفاعل بتاع الصوديوم مع الميه. ولكن المغنيسيوم لا، مش هيتفاعل بسرعه مع الماء البارد، هيحتاج ميه سخنه. ليه يا مستر؟ اقول له لان المغنيسيوم تحت شويه في المتسلسل، فمحتاج طاقه اكبر عشان يبدا التفاعل الكيميائي. طيب، عندنا سؤال علي مهم جدا جدا جدا. لا تطفأ حرائق الصوديوم بالميه. ما انت مستر لسه بتقول ان لو انا حطيت حرائق صوديوم، حطيت ميه، ده التفاعل هيبقى اسرع وهيطلع كميه طاقه حراريه كبيره جدا ويتصاعد غاز الهيدروجين، ده هيسبب انفجار يا مستر. عشان كده في معامل المدرسه دايما بتلاقي زي ايه؟ دلو كده، جردل، خلاص، بيبقى مليان بالرمله، عشان لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي مشكله في المعمل او حريقه او حاجه، نبتدي ان احنا نعمل ايه؟ نستخدم الرمله في الاطفاء. ما ينفعش نحط ميه، لان الميه عارف انت اللي هو تزود، هتولع التفاعل اكتر. خلاص؟ تعال نشوف إحلال فلز محل آخر في محاليل أملاحه. ده التفاعل الثالث. يلا يا صديقي نخش على النقطة الثالثة اللي بعد كده، ألا وهي ثالثا إحلال فلز محل آخر في محاليل أملاحه. هات قطعة من الخرسين، قلت له ماله، مع كبريتات النحاس USO4، ودي كبريتات النحاس يا صديقي لونها ازرق. قول لي ايه اللي هيحصل؟ اقوم انا بص كده اقول لك والله ده خرسين وده نحاس، مين انشط؟ اقول له الخرسين. خلاص انت بقيت فاهم يا مستر، معنى كده ان الخرسين هيطرد النحاس ويقعد مكانه، يا عين النحاس يطرد في صورة راسب احمر. راسب ايه؟ احمر، يتجمع تحت في الانبوبه. طب يا مستر كبريتات الخرسين ملهاش لون، عديمه اللون. يعني يا مستر المحلول تحول من اللون الازرق الى عديم اللون مع وجود راسب احمر في قاع الانبوبه لتكون النحاس. طب ليه يا مستر التفاعل ده حصل من الاساس؟ لان الخرسين اكثر نشاطا من الايه؟ من النحاس. فتيجي تبص ادي المحلول لونه ازرق اهو، بعد كده اللون اختفى وتكون راسب احمر. شايف الراسب الاحمر كده في قاع الانبوبه؟ او يحل الخرسين الاكثر نشاطا محل النحاس الاقل نشاطا وفي محاليل املاحه، مما يؤدي الى ترسب النحاس في صوره راسب لونه احمر. ومن هنا بقى نستنتج معلومه مهمه جدا. ايه يا مستر؟ ان الفلز المتقدم، يعني الفلز اللي فوق النشيط من الاخر، يمكنه ان يحل محل الفلزات التي تليه. يعني الاكثر نشاط يقدر ياخد مكان الاقل ايه؟ نشاط. طيب تعال نشوف المعلومه بقى اللي جايه دي، معلومه مهمه جدا جدا جدا. مما سبق هنستنتج ايه بقى؟ الفلزات تختلف في درجه نشاطها الكيميائي. لاحظنا ده في ايه بقى؟ في تفاعل الفلزات مع الاكسجين، زي ما كان المغنيسيوم تفاعله قوي ومصحوب بانبعاث ضوء وحراره، وتفاعلها مع الاحماض، خلاص، وشفنا الكلام ده برضو مع المغنيسيوم كان بيطلع كميه غاز كبيره، الخرسين اقل بينما الحديد اقل منهم، والنحاس ما طلعش خالص. نفس الكلام بالنسبه للميه، لو حطيت قطعه صوديوم في الميه التفاعل هيبقى عنيف جدا. لو حطيت قطعه حديد هتصدي بس بعد فتره طويله، لو حطيت قطعه فضه مش هيحصل حاجه. فده بيميز نشاط العناصر الفلزيه عن بعضها. عشان كده حبيبي احنا عملنا متسلسله النشاط الكيميائي، عشان الفلزات بتاعتي على درجات مختلفه من النشاط الكيميائي. خش بقى على نوع التفاعلات اللي بعد كده، الا وهي تفاعلات الاحلال المزدوج. تعال بقى نشوف تفاعلات الاحلال المزدوج بتقول ايه. طيب تعال نخش على النوع الرابع من التفاعلات، الا وهو رابعا تفاعلات الإحلال
المزدوج. يعني يا مستر تفاعل الإحلال المزدوج؟ بص يا صديقي، أنا يبقى معايا مركب وليكن AB ومركب آخر وليكن CD. أهو بص يا صديقي، أي مركب بيبقى بيتكون من شقين، شق موجب بيبدأ بموجب وبينتهي بسالب. ده اللي عندك في المنهج. في مركبات، نوع واحد من المركبات بيبدأ بالشق السالب، مجموعة اسمها الأسيتات، بس مالناش دعوة بيها. أنا عندي مركب بيبدأ بالشق الموجب وبينتهي بالشق الإيه؟ السالب. أدي موجب وأدي سالب. الموجب عندنا اسمه كاتيون أو كاتاين. السالب عندنا اسمه أنيون أو أناين. يبقى أنا عندي المركب مثلا وليكن اي بي، A موجب وبي ايه سالب، ومركب تاني اسمه سي دي، سي موجب ودي سالب. هيعملوا ايه مع بعض؟ هيعملوا عمليه تبديل. هيعملوا عمليه ايه يا مستر؟ تبديل. احنا نتفق على القاعده رقم واحد، ايه هي؟ ان المركب لازم يبدا بالموجب وينتهي بالسالب. ده رقم واحد عندي. طب رقم اتنين، هنعمل تبديل. طب التبديل ده عشوائي؟ قال لي لا. ايه الموجب؟ بص انا بدات بالموجب غصب عني. هتاخد مين؟ قال لي هتاخد الدي السالب. طيب يبقى الايه الموجب خدت الدي السالب. كمل عشان في ناس بتغلط هنا. يبقى السي الموجب هتاخد البي السالب وليس العكس. يعني يا مستر، يعني لو انا رقمتهم 1 2 3 4، يبقى واحد ياخد 4، ما ارجعش بايدي فاضيه. 3 تاخد 2. طب ليه يا مستر؟ انا عايزها بالفهم، عشان انا لازم ابدا بموجب وانهي بسالب، ابدا بموجب انهي بسالب. يبقى لو انا خدت الموجب من هنا اخد السالب من هنا. ما ينفعش حد يعمل بي سي، ما ينفعش تبدا بالسالب اهو، ما ينفعش ابدا بالبي بعد كده السي. يبقى احنا الاحلال المزدوج لو جينا عرفناه، ما المقصود بتفاعلات الاحلال المزدوج؟ هي تفاعلات كيميائيه يتم فيها عمليه تبادل مزدوج بين شقي ايوني مركبين. احنا بنبدل الشقوق بتاعه مركبين، الموجب الاول ياخد السالب بتاع الثاني، والموجب بتاع الثاني ياخد السالب بتاع الاول، ونبدل مع بعض. طيب عندنا كم مثال والله مستر على الفكره دي، على الاحلال المزدوج؟ اقول لك والله يا صديقي، انت عندك 3 امثله، زي تفاعل حمض مع قلوي. خلاص. الفكره الثانيه تفاعل حمض مع ملح. الفكرة الثالثة هي تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. يبقى حمض وقلوي، حمض وملح، ملح مع ملح. طيب لو جينا ركزنا كده، عندنا حتة كنت واخدينها قبل كده، ألا وهي دليل اليونيفرسال. تقول لي يا مستر دليل اليونيفرسال ده؟ اقول لك عيب عليك والله، ده محلول بيتغير لونه وبيحدد الحمض والقلوي. يعني الماده دي حامضيه ولا قلويه؟ ما انا يا حبيبي مش همسك الماده ادوقها، ما ينفعش اخش المعمل ادوق المواد الكيميائيه، دي حاجه خطر جدا. خلاص افكرك بيه، عند اضافه دليل اليونيفرسال الى المحلول يتغير لونه تبعا لدرجه حامضيه او قلويه المحلول. بمعنى لو المحلول متعادل هيبقى لون دليل اليونيفرسال اخضر. طب لو المحلول حامضي هيبقى احمر. طب لو قلوي هيبقى بنفسجي. يبقى دليل اليونيفرسال لو المحلول متعادل يديك لون اخضر، لو المحلول حامضي يديك لون احمر، لو المحلول قلوي يديك لون بنفسجي. طيب تعالى نشوف فكرة حلوة ولطيفة على الجزئية دي. بيقول لك ايه اللي هيحصل لو انا حطيت اهو هيدروكسيد الصوديوم في كاس وضفنا لها دليل اليونيفرسال. مستر سيد في الكورس التأسيسي قال لي ان هيدروكسيد الصوديوم ده مادة قلوية بتنتهي ب OH قلوي، يبقى يتلون دليل اليونيفرسال باللون البنفسجي، المحلول بتاعي يبقى لونه بنفسجي. ادي الدليل. انما لو انا بص بقى الجملة اللي انا هقولها دي، انا هضيف قطرات من HCl. بالله عليك ما تستعجل، بالله عليك ما تستعجل. خلاص ده هيموت. هضيفه لهيدروكسيد الصوديوم اللي هو القلوي. بص كده اللون بقى ايه؟
ايه ده مستر ده؟ اللون اخضر. معنى كده ان انا اما احط حمض مع قلوي بيحصل عمليه ايه؟ اقول له تعادل، اقول لك برافو عليك. ما هو ده تفاعل التعادل. ايه يا مستر تفاعل التعادل ده؟ اللي هو اول نوع من التفاعلات اللي عندي اهو. اولا تفاعل حمض مع قلوي. حمض مع ايه؟ قلوي. هو ده تفاعل التعادل. ما المقصود بتفاعل التعادل؟ هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء. يا مستر عشان كده اما انا ضفت HCl على NaOH ضفت حمض على قلوي، دليل اليونيفرسال بقى لونه اخضر. معنى كده ان هنا حصل عمليه تعادل. طب تعال نجرب كده نفعلهم مع بعض. حمض وقلوي ادي مثلا NaOH اهو هيتفاعل مع HCl. ايه ده مستر؟ ده مركب، ومركب على طول لما نترجم الفكره شق موجب شق سالب شق موجب شق سالب. الموجب الاول بياخد السالب الاخير NaCl، ده ملح الطعام اللي عندنا في البيت، ده الملح اللي عندنا في البيت. طيب مستر ما رجعش ايدي فاضيه، يبقى الاتش هتاخد OH. OH دي يا اولاد اللي هي H2O اللي هي الميه. H2O دي اللي هي مين؟ الميه. يبقى ده تفاعل التعادل. يبقى انا فهمت يعني ايه تعادل؟ تعادل يعني وضع حمض مع قلوي فيتكون ملح وميه، فدليل اليونيفرسال بقى معايا لونه باللون الايه؟ الاخضر. يبقى نبص على الفكره كويس جدا اهو. يلاحظ تغير اللون تدريجيا حتى يصبح لونه ايه؟ اخضر. وده تعريف تفاعل التعادل، وتفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وايه؟ وميه. خلاص اهو. طبعا مجموعه من الاسئله على الدليل اليونيفرسال. تعال نشوف الفكره اللي بعدها. هي تفاعل حمض مع قلوي، عفوا تفاعل حمض مع ملح. ايه الفكره بتاعتي؟ تعال نشوف سوا. بسم الله. ثانيا تفاعل حمض مع ملح. خلاص. ودي اللعبه بتاعت البالونه لما تتنفخ يا مستر. تعال اقول لك. والله انا جبت دورق او اناء او اي حاجه وحطيت هنا حمض HCl. ماشي، قلت له ماشي. وهنجيب هنا بالونه اهو. ماشي. هتلاقيها اتنفخت. ممكن تكون شفت التجربه دي وانت بتتفرج على النت كده بتقلب. طب هي اتنفخت ليه؟ تعالى بقى نشرحها بالتفصيل. احنا جبنا دورق، قلت له ماشي. الدورق ده في ايه؟ HCl. وهجيب بالونه اهي، بس البالونه دي مش هتبقى منفوخه. وهيبقى هنا في كربونات الصوديوم. فيها مستر سيد؟ اقول لك كربونات الصوديوم اللي رمزها Na2CO3 مع حمض الهيدروكلوريك. وابتدي اشوف ايه اللي هيحصل. قلت له والله يا مستر انا شفت ان البالونه اتنفخت. طب هي اتنفخت ليه؟ معنى ان البالونه اتنفخت ان في حاجه، في غاز طلع. ما احنا بننفخ البالونه بالغاز صح؟ طب ما تيجي نشوف الغاز جه منين؟ يلا يا صديقي. بص يا صاحبي، انت جبت كربونات الصوديوم. قلت له صح، ادي كربونات الصوديوم. طبعا Na2CO3 لان الصوديوم احادي والكربونات ثنائي فبدلوا مع بعض. وهنا هحط HCl. ماشي. شق موجب شق سالب شق موجب شق ايه؟ سالب. فيطلع معايا NaCl. ما هو الموجب اخد السالب. طب تقول لي يا مستر طب ما هنا الصوديوم في منه 2 وهنا واحده، يبقى مضطر اضرب هنا في كام؟ في 2. طب يا مستر بقى هنا 2 كلور هم. طب هنا واحده كلور، يبقى اضرب هنا في كام؟ في 2. طيب هرجع ايدي فاضيه؟ لا والله يا مستر ال H2 هتاخد CO3 هتبقى H2CO3. اقول لك بعد اذنك انا محتاجك تركز قوي هنا.
ليه يا مستر؟ ما انا هنا يا مستر عملت اللي انت قلت عليه، الموجب اخد السالب، الموجب اخد السالب، بدلنا اهو، ما رجعتش ايدي فاضيه اهو، اهو يا مستر. اقول لك بس حمض الكربونيك ده عندنا في الكيمياء حمض ضعيف الثبات. يعني ايه يا مستر حمض ضعيف الثبات؟ اقول لك يعني مش هيتكون. تقول لي يعني ايه مش هيتكون؟ اقول لك يعني هيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون وميه. لا مش فاهمك. بص يا بابا، حمض الكربونيك بيتفك عشان هو ضعيف. بيتفك ليه؟ H2 ومعاها O يبقى ميه. طب ايه اللي بقى مجموعه الكربونات؟ ثاني اكسيد الكربون. ايه ده يا مستر تصدق كلامك صح، اي حاجه فيها كربونات الناتج النهائي بيكون ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. تاني معلش يا مستر، صوديوم اخد كلور، الموجب اخد السالب، وهنا طبعا NaCl، طب هنا 2 صوديوم يبقى ضربت هنا المعادله في 2، طب بقى هنا 2 كلور فضربت هنا المعادله في 2، طب كده بقى اتش موجب ياخد الكربونات فبقى H2CO3، خلاص فبقت H2CO3 اللي هو حمض الكربونيك. خلاص يا مستر انا عارفه ده حمض ضعيف الثبات مش هيكمل معايا، فيتفك لايه؟ ميه وغاز. حمض ضعيف اتفك يطلع ميه وغاز. طيب هيطلع ايه؟ H2O وثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. هنا اخد بالي جدا من الفكره دي. قلت له يا مستر انا كده فهمتك، ده هو ده اللي بيخلي البالونه تتنفخ عشان تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. نفس الكلام لو بصيت هنا فكره على تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الصوديوم. يحصل يا مستر؟ ضع مسحوق الكربونات الصوديوم، قلت له ماشي، في الدورق المخروطي ادي اهو مسحوق، ونزل عليه حمض الهيدروكلوريك. دع الغاز المتصاعد يمر الى كأس بها ماء الجير. هيعمل ايه في ماء الجير؟ هيعكر ماء الجير الرائق، وهو كمان اللي هيملى البالونه بتاعتي. طيب تعال نشوف تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. ثالثا تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. بص معايا، لو انا جبت محلول ملح كلوريد الصوديوم، تقول لي مستر هو يعني ايه كلمه محلول؟ محلول يا بابا معناها ان المركب بتاعي دايب في الميه، ده كلمه محلول. والله لو جبت كلوريد الصوديوم اهو، ادي كلوريد الصوديوم، وحطيت معاه نترات الفضه، نترات فضه، يحصل ايه يا مستر؟ تقول لي طالما مركب يبقى شق موجب شق سالب شق موجب شق سالب. الN الموجب هتاخد الNO3 السالب، نترات الصوديوم. طيب الAg هتاخد الCl، تعمل لي راسب ابيض من كلوريد الفضه. ايه ده احنا بدلنا مع بعض؟ ما هو كان كلوريد الصوديوم بقى نترات الصوديوم، خلاص ده بقى ايه؟ كلوريد الفضه. ماشي، يبقى يتصاعد او عفوا يترسب راسب ابيض من كلوريد الفضه. احنا بدلنا الشقوق مع بعض، بنبدل الشق الموجب مع الشق السالب بالتبادل ما بيننا. يبقى ده تفاعل محلول ملح مع محلول ملح. خلاص، والمثال عندي هو تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضه الذي يعطي راسب ابيض يتحول الى اللون البنفسجي. ايه اللي هيخليه يبقى بنفسجي بعد فتره؟ التعرض للضوء. يعني انا بعد ما الراسب الابيض ده يتكون يا مستر هيبقى بنفسجي بعد فتره نتيجه لتعرضه لايه؟ للضوء. خلاص، ده بالنسبه لتفاعلات الاحلال المزدوج. طيب عندنا نقطه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي فكره عسر الماء. يعني ايه يا بابا؟ ايه فكره عسر الماء؟ الميه الجوفيه دايما بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب الكالسيوم والمغنيسيوم دول بيبقوا دايبين في الميه، خلاص، وده اللي بيعمل حاجه في الميه اسمها تكلس. يعني ايه؟ اما تيجي تبص على مواسير الميه كده بعد فتره تحس ان جواها صدأ وماده بيضه كده، زي الكتل بتاع الشاي، مع بفتره طويله تحس ان جواه كده بقى فيه ماده بيضه، انا مش عارف هي جت منين،
ده اسمه تكلس. اسمه ايه؟ تكون الفكره بتاعت املاح الكالسيوم والمغنيسيوم. املاح الكالسيوم والمغنيسيوم تضيف في الميه، فبتعمل تكلسات صلبه اهو. عسر الماء يسبب تكلسات صلبه داخل انابيب الماء والسخانات والغسالات، مما يؤدي بعد فتره لتلفها. طب انا مش عايز الكالسيوم والمغنيسيوم، عايز اطردهم، عايز ارسبهم. يبقى نعمل لها تفاعلات اسمها تفاعلات الترسيب، عن طريق ان انا اضيف كربونات ايه؟ بص معايا، الصوديوم. طب انا هضيف كربونات الصوديوم هتعمل ايه؟ هقول لك والله ان الكالسيوم والمغنيسيوم هيتفاعلوا مع الكربونات، فيعملوا ايه؟ كربونات كالسيوم وكربونات مغنيسيوم. وكربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم الاتنين بيبقوا في صورة رواسب فيترسبوا، فما يبوظوليش بقى ولا السخانات ولا الغسالات. مستر بالراحه تاني، يعني ايه عسر الميه؟ قول له والله الميه بيبقى فيها احيانا بالذات المياه الجوفيه نسب عاليه من الاملاح. املاح زي مين؟ كالسيوم ومغنيسيوم. الكالسيوم والمغنيسيوم دول موجودين في الميه، دايبين في الميه، فبيعملوا حاجه اسمها تكلسات داخل الانابيب. التكلسات دي بتؤدي الى تلف الاجهزه. طب انا عايز اتخلص منهم، بنحط كربونات الصوديوم. طب كربونات الصوديوم بتعمل ايه؟ بدل ما هم دايبين في الميه بيتحدوا مع الكربونات وبيتحولوا لصوره راسب، او ترتبط كاتيونات الكالسيوم والمغنيسيوم بالكربونات مكونه رواسب صلبه لا تذوب في الماء، مما يؤدي الى تحولها الى رواسب، مما يسهل من عمليه التخلص منها. آخر جزء عندي هي تفاعلات الأكسدة والاختزال. نتكلم على تفاعلات الأكسدة والإيه؟ والاختزال. تقول لي هو مش إحنا خدناها قبل كده مستر؟ تعالى أفهمك التفصيلة وأفهمك إيه اللي أنت خدته وإيه اللي إن شاء الله يتضاف لك جديد. تعالى نفهم فكرة الأكسدة والاختزال. الأكسدة والاختزال عندي مفهومين، مفهوم تقليدي ومفهوم حديث. أدي الأكسدة والاختزال، عندك مفهوم تقليدي وعند حضرتك مفهوم حديث. المفهوم التقليدي ده كان بيتكلم عن ايه؟ تعال افكرك. كان اولا المفهوم التقليدي، وده كان مرتبط بالاكسجين. مرتبط بيها مستر؟ بالاكسجين. اللي كان بياخد الاكسجين واللي كان بيعطي الاكسجين، كانت العمليه هي عمليه تبادل الاكسجين. خلي بالك اهو مثلا تفاعل كده كمثال ليك، الهيدروجين مع اكسيد النحاس، فيجي الهيدروجين ياخد الاكسجين، يبقى حصل عنده زياده في الاكسجين. طب اكسيد النحاس يتحول الى نحاس، يبقى انت تيجي تبص كده تقول لي ده كان H2 بقى H2O، يبقى حصل له ايه؟ اقول لك عمليه اكسده، لان الاكسده معناها زياده نسبه الاكسجين. يبقى الهيدروجين حدث له عمليه اكسده، يبقى الاكسده معناها هنا زياده نسبه الاكسجين. طب الاختزال اعكس الكلام، نقص نسبه الاكسجين. يبقى الاكسده زياده الاكسجين، الاختزال نقص نسبه الايه؟ الاكسجين. طيب خلي بالك، اللي كان بيحصل له اكسده يبقى اسمه ايه؟ اسمه العامل المختزل. اسمه ليه يا مستر؟ العامل المختزل. ازاي يا حبيبي؟ العامل عكس العمليه، بمعنى انا بقول لك حصل لي عمليه اكسده، يبقى انا عامل مختزل. طب لو انا حصل لي عمليه اختزال يبقى انا عامل مؤكسد. عامل ايه يا مستر؟ مؤكسد. تاني يا مستر، العامل عكس العمليه، يعني اللي هيحصل له اكسده اللي زاد عنده الاكسجين يبقى هو عامل مختزل. طب اللي بيحصل له اختزال نقص الاكسجين يبقى هو العامل المؤكسد. طب ده كان المفهوم التقليدي اللي هو الكلام فيه على الاكسجين. المفهوم بقى الجديد بتاعنا اسمه المفهوم الالكتروني، من اسمه اللي هو المفهوم الحديث، مفهوم الكتروني. يبقى هنا الكلام على ايه؟ على الكترونات. الكلام على الالكترونات يا مستر. طيب ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا بقى في
فقد واكتساب الالكترونات. في ناس هتفقد الكترونات وفي ناس هتكتسب الالكترونات. طب اللي بيفقد الالكترونات بيحصل له ايه واللي بيكتسب الالكترونات بيحصل له ايه؟ تعال نشوف مع بعض مثال مهم جدا جدا جدا. بص يا صديقي، انا معايا اناء في محلول من كبريتات النحاس اهو CuSO4. خلاص؟ والله يا مستر ده الشق الموجب وده الشق السالب، والنحاس اسمها كاتيونات والكبريتات اسمها انيونات. خلاص انا فاهم الحته دي كويس. اقول له ماشي. طيب اما نيجي نبص على الخرسين وكبريتات النحاس هتلاقي الخرسين موجود في صوره ذرات، بينما النحاس هنا موجود في صوره كاتيونات موجبه. قلت له طيب الخرسين هنا بيعمل ايه؟ الخرسين هياخد مكان النحاس لانه بيسبقه في متسلسله النشاط الكيميائي. بس تعال نشوف الخرسين بيحصل له كده. الخرسين عايز ينزل للمحلول، فالمحلول يقول له معلش عشان تنزل عندنا ما ينفعش تبقى موجود في صوره ذرات. يقول له يعني ايه؟ يقول له يعني انت لازم تتحول تبقى ايون موجب. ازاي يا مستر؟ الخرسين هيبتدي يفقد الالكترونات. يعني ايه يا مستر؟ ما هو الخرسين كان في صوره ذره والذره متعادله، يعني فيها الشحنات الموجبه بتساوي الشحنات الايه؟ السالبه. طب اما تيجي تفقد من الشحنات السالبه يبقى مين اكتر؟ الشحنات الموجبه، فيتحول ذره الخرسين الى ايون خرسين موجب مع فقد الالكترونات. مع فقد الايه؟ الالكترونات. هنا الخرسين حصل له عمليه اكسده. تاني معلش يا مستر، الخرسين كان في صوره ذرات فقد الكترونات. فقد ايه؟ الكترونات عشان ينزل في المحلول. ما هو مش هينزل محلول في صوره ذرات، لازم يفقد الكترونات، فتحول الى ايون الخرسين الموجب مع فقد الالكترونات. يبقى كده هو حصل له عمليه اسمها عمليه ايه؟ اكسده. يبقى الاكسده معناها فقد الالكترونات. يبقى اذا لو احنا جينا بصينا مع بعض كده وكتبنا الجزء الاول عندنا، ما المقصود بالاكسده؟ يعني كلمه الايه؟ الاكسده عمليه كيميائيه بناء على اللي انت بتقوله تفقد فيها الذره الكترون او اكثر. يبقى الذره هنا بتفقد الكترون او اكتر. قلت له طب معلش، اما الخرسين اتحول لايونات، ادي ايونات الخرسين اهي، هتعمل ايه؟ قلت له هتنزل في المحلول. ومين كمان؟ في الكترونات. طب هل الالكترونات دي هتفضل في الهواء يا مستر؟ اقول لك لا. مين هياخدها؟ مش الالكترونات دي سالبه، مين في المحلول ياخدها؟ اقول لك النحاس. النحاس ولا ايونات النحاس؟ ايونات النحاس يا مستر. سيو موجب 2 اما تلاقي الكترونات هتتحول الى ذرات النحاس. ايه ده يا مستر؟ يعني الخرسين بيفقد الكترونات يقوم النحاس يكتسب هذه الالكترونات، فاللي فقد الالكترونات يحصل له عمليه اكسده، بينما اللي اكتسب الالكترونات يحصل له عمليه ايه؟ اختزال. يبقى الاكسده كانت عمليه كيميائيه تفقد فيها الذره الكترونات، الاختزال عمليه كيميائيه تكتسب فيها الذره الكترون او اكتر. يبقى الاكسده معناه ايه؟ ترجم خلاص يا مستر. الاكسده معناه ان انا بفقد الكترونات. الاختزال معناه ايه؟ ان انا بكتسب الالكترونات. هما عمليتان متلازمتان، واحد هيفقد الالكترون فالتاني هيكتسبه، مش هيستنى. اللي انت فقدته انا بكتسبه. يعني احنا هنا شفنا الخرسين كان في صورة ذرات، فقد الالكترونات فبقى عنده شحنة موجبة فتحول الى صورة ايونات. طب النحاس هيحصل له العكس. النحاس كان موجود في المحلول في صورة ايونات، اما لقيت الالكترونات السالبه حصل لها عمليه اكتساب فتحولت الى
ذرات النحاس، يبقى هي كانت في صورة ايونات اتحولت لصورة الايه؟ الذرات. هنا حصل عملية فقد في أكسدة، هنا حصل عملية اكتساب، فهنا اختزال. طب لو سألت حضرتك تقول لي يا مستر اللي بيحصل له أكسدة يبقى عامل إيه؟ تقول لي عامل مختزل، لأن العامل عكس العملية. العامل عكس ليه يا مستر؟ العملية. يعني اللي حصل له أكسدة يبقى عامل مختزل، اللي حصل له أكسدة يبقى عامل إيه؟ مختزل. طب اللي بيحصل له اختزال عامل مؤكسد. عامل ايه يا مستر؟ مؤكسد. يبقى ما المقصود بالعامل المختزل؟ اقول له هي مش الاكسده فقد الالكترونات؟ يبقى العامل المختزل هو الماده التي تفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل. يبقى العامل المختزل هو الذي يحدث له عمليه اكسده. طب الاكسده بيحصل فيها ايه؟ فقد الكترونات. يبقى العامل المختزل هو الذي يفقد هذه الالكترونات. طب الايه؟ الاختزال عامل مؤكسد، يبقى الماده التي تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. خلاص؟ يبقى الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان عكس بعض. اللي بيحصل له اكسده بيفقد الالكترونات، اللي بيحصل له اختزال بيكتسب الالكترونات. تعالوا نشوف مع بعض كده الفكره بتاعتنا. ادي اهو وضع خرسين في صوره ذرات متعادله، يعني الموجب قد الايه؟ السالب، بينما النحاس يكون في صوره ايه؟ ايونات جوه المحلول. فيجي الخرسين عايز ينزل المحلول عشان ياخد مكان النحاس. تصريح دخولك ايه؟ ان انت تبقى في صوره ايونات، يعني فوق دماغك في شحنه. طب انا معيش شحنه يا حبيبي، روح افقد. فيحصل ايه للخرسين اللي في صوره ذرات؟ يفقد الكترونات ويتحول الى ايون موجب، لان النحاس ايوناته موجبه فهو عايز ياخد مكانه. والذره متعادله كهربائيا، الشحنات الموجبه قد الشحنات الايه؟ السالبه. طب لما انا بفقد سالب ماذا يحدث للموجب؟ صديقي يزداد. خلاص؟ فبقى في ايونات خرسين موجبه. روح الناحيه الثانيه، ايونات النحاس الموجبه لقيت ايه نازل لها؟ لقيت ايونات الخرسين الموجبه اللي زيها، عمرها ما ترتبط بيها. امال هترتبط بمين؟ بالالكترونات السالبه، فتتحول من ايونات نحاس الى ذرات النحاس، فتحصل هنا عمليه اكسده واختزال. عمليه اكسده وايه؟ واختزال. ومن هنا برضو نعرف العامل المختزل والعامل الايه؟ المؤكسد. خلي بالك عشان السؤال ده بيجي مصطلح علمي وناس كتير بتتلخبط فيه. احنا خدنا لحد دلوقتي في الجزء بتاع الاكسده والاختزال 4 تعريفات. قلت له تمام. بص يا صديقي، لو جالك سؤال اكتب المصطلح العلمي وراح قال لك ايه؟ بدا التعريف بكلمه عمليه بس ما تكملش كده يا باشا، انت حذفت اجابتين. طالما قال كلمه عمليه يبقى يا اما عمليه اكسده يا اما عمليه اختزال. طب لو التعريف بدأ بكلمة المادة وانت مغمض، عامل مؤكسد أو عامل مختزل، يبقى خد بالي لو التعريف بدأ بقال لك عملية كيميائية تفقد، خلاص دي أكسدة. طب عملية كيميائية تكتسب، خلاص ده اختزال. طب المادة التي تفقد، المادة يبقى هنا عامل. طب قال المادة التي تفقد، هو مش الفقد جاي من الأكسدة والعامل عكس العملية، يبقى عامل مختزل. طب روح الناحية التانية، عملية كيميائية تكتسب، طب المادة التي تكتسب مش ده اختزال، يبقى ده عامل ايه؟ مؤكسد. الأكسدة والاختزال زي ما أنا بقول لحضرتك عمليتان متلازمتان، أنت فقدت أنا أكتسب، أنت اكتسبت أنا هفقد. خلاص؟ طيب بالنسبة للفلزات واللافلزات أهو، كنا بنعرف ازاي الفرق ما بين الفلزات واللافلزات. الفلزات كان المستوى الاخير بتاعها في يا اما الكترون يا اما 2 يا اما 3. طب اللافلزات 5 او 6 او 7. لو 8 كان بيبقى خامل. طب لو 4 ما تتكلمش عنها لان هي ممكن تكون من ده او من ده، اللي هي اشباه الفلزات واحيانا بتتبع الفلزات، فمالكش دعوه بالنقطه دي. خلاص؟ طب الفلزات كانت بتفقد الكترونات. طب اللي بيفقد يبقى يحصل له عمليه
اكسده يبقى عامل مختزل. طب اللافلزات كانت بتكتسب، واللي بيكتسب بيحصل له ايه؟ اختزال، واللي بيحصل له اختزال يبقى عامل، اقول له مؤكسد يا مستر. خلاص؟ طيب قلت له الفلزات عوامل مختزله لان هي بتفقد الكترونات. طب اللافلزات عوامل مؤكسده لان هي بتكتسب الكترونات. طيب عايز اقول لك على نقطه مهمه ممكن معظمكم يتلخبط فيها، اللي هي ايه؟ بص يا صديقي، انت بتحدد منين الاكسده والاختزال؟ بمعنى وبتحدد منين العامل المؤكسد والعامل المختزل؟ صلى على النبي. عشان تفهم الفكره اللي انا اقصدها تعالى نبص على تفاعلات مع بعض، ناخد اكتر من تفاعل كده اوضح لك بيه الفكره. مثلا لو احنا كنا بنتكلم على المفهوم التقليدي القديم اللي هو بالنسبه للاكسجين، خلاص اهو، فكان الراجل ده H2 بقى H2 وزياده اكسجين يبقى اكسده. فما اجي اقول لك مين اللي حصل له اكسده؟ هل الهيدروجين ولا الميه؟ قول لي لا الهيدروجين. فاقول لك ليه؟ قول لي يا بابا الاكسده والاختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل كل حاجه بتتحدد من المتفاعلات. اوعى يقول لك مين حصل له اكسده او مين حصل له اختزال وتبص في النواتج. يا اما المتفاعل الاول او المتفاعل الثاني، مستحيل يحصل عكس. يعني مثلا مثال زي ده، بص كده، المغنيسيوم هنا تحول الى مغنيسيوم موجب 2، خلاص، يبقى حصل له عمليه اكسده لانه فقد الالكترونات، بقى شحنته موجبه، معناه انه فقد السالب فحصل له اكسده. يبقى كده البروم حصل له عمليه اختزال. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا جدا جدا. يبقى مين اللي حصل له اكسده؟ المغنيسيوم وليس ايونات المغنيسيوم. طب مين اللي حصل له اختزال؟ البروم وليس ايونات البروميد. مستر تاني معلش يا مستر، يعني اللي بيحصل له اكسده واختزال بيتحدد من المتفاعلات ولا يحدد من النواتج. خلي بالك من النقطه دي. بص كده اهو، اللي حصل له اكسده المغنيسيوم، اللي حصل له اختزال البروم. خلاص، يبقى لازم تاخد بالك هنا من نقطه تحديد الاكسده والاختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، ومن الاول كده هي نقطه متوقعه بشده في الامتحان. خلاص، ولحد هنا ان شاء الله نكون خلصنا الدرس الاول. انتظروا ان شاء الله، هننزل لكم تدريبات مهمه جدا جدا على الجزئيات ده، وبالذات جزئيات الاكسده والاختزال، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. بالتوفيق ان شاء الله.